بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله تكونوا في احسن حال. قبل ما نبدا الطريقه، اهم حاجه صلوا على النبي ويلا بينا نخش على الفيديو. في الاول كده احنا بنعمل قرص اللي هي بتاعه القرافه اللي بنطلع ثانويه حد في ال40 بتاعه حد. ربنا يا رب يبعدها عنكم وعننا وعن الاجمعين يا رب، وما يوجعش قلوبنا ولا على غالي ولا على حبيبي ان شاء الله. دي الثانويه الاولى بتاع جدي، تمام. فعملنا قرص وزعناها، بس بطريقة يعني بتحويجة جديدة كده، غير اي تحويجة وغير اي طريقة. ماشي، يلا بينا نخش على فيديو. بصوا كده، صلى على النبي. دول الاول خالص كده 3 كيلو دي. لكل كيلو دي احنا هنتكلم على الكيلو دي، مالكوش دعوة بيا، تمام. كيلو دي بياخد معلقة سمسم محمصة، معلقة شمر على ينسون متحمصة، وهي سخنة بنيجي حاطينها في الهون، ونيجي دقنا عليها شوية بس لدرجة ان تشم ريحتها كده، تيجوا نازلين عليها في تعديق، تمام. ومعانا نص كوباية سكر ورشة ملح وكوباية زيت ومعلقتين سمنة عشان خاطر الريحة، تمام. بالنسبة الرفايع هتبقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الخميرة، تمام كده. بالنسبة للبن، عندكم لبن حطوا، عندكم مية حطوا. دي قرص كل ما كانت خفيفة كل ما كانت حلوة، يعني كل ما كانت بالزيت كل ما كانت بالمية كل ما كانت تطلع هشة وطريقة اكتر، تمام. هبتدي ان انا بعد ما انزل بالخميرة والبيكنج باودر والسمسم والسكر وبعد السكر السمسم وشوية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وشوية بتاع الاصفر اسمه كركم، تمام. هبتدي انزل بالسمنة معانا، بس احنا مش احنا بس هنلم الدقيق بالسمنة، يعني الاتنين كده هيدخلوا مع بعض، فهمت ازاي؟ عشان خاطر بس كده نغلف الدقيقية بمعلقة السمنة، يعني فهمت ازاي؟ هي السمنة والزيت يعني، بس انا بخففها على نفسي. ف فهبتدي بقى ان انا كده بس نديتها، بس غلفتها، بس نزلت باللبن زي ما قلت لكم. ده بصراحة ما كانش لبن ده. احنا مثلا بنجيب كل يوم كيلو لبن، بتفضل منه كوبايه بعد ال4 كوبايات، ان احنا 4 اشخاص، بتفضل منه كوبايه. في بعيد عنكم يا رب، حد متوفي باين كده. نزلت عليها مثلا بتفضل كوبايه، باجي حاططها تفضل كوبايه تاني، حاططها في الفريزر. بيتجمع عندي شويه كوبايه بايظه، دي كان عليها كل الحاجات دي، تمام. الكيلو بياخد قد ايه؟ بياخد على قد ما يعمل، يعني على قد ما يلم معاكم عجينه طريه. طيب احنا لو دلوقتي عايزين نزود سوائل، مش هنزود لبن لوحديه او ميه لوحديها، ولا هنزود سمنه لوحديها او زيت لوحديه. لازم الاتنين. ماشي، نصلي على النبي كده ونكمل الفيديو بتاعنا. ماشي، هبتدي بقى. طبعا القرص دي بتحب العجين جدا 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 جدا، لازم نعجن، عشان كل ما نعجن فيها كل ما هيزيدها طراوه وهشاشيه وتقمص. ماشي، ثم صلى الله على سيدنا محمد. القرص لما بتتعجن كتير بتفضل طريه وبتفضل جميله، يعني بتبقى بجد طعمها وريحتها حلوين، تمام. طبعا التحويجه دي احنا بنقول عليها في بلدنا تحويجه القرص، حتى بتتباع من عند العطار كده، اسمها تحويجه للقرص. بتبقى عباره عن الحاجات اللي انا حطيتها، اللي هو الكلام كله، تمام. طبعا ما فيش دعوه بوحيد من هنا ورايح ان شاء الله هيطلع معانا في الفيديوهات عشان يبارك لنا الفيديو، عشان هو وحيد بركتنا معروفه، ده وحيد بركه. الشاب وحيد يدور على انثى للزواج، هو عنده يبلغ من العمر 25 سنه، يعيش في منزلنا وبس كده. فاللي عنده عروسه بقى لابننا وحيد بيشتغل، بيعرف يصرف على نفسه، بيعرف يجيب لنفسه خيار، بيعرف يعمل كل حاجه، وبلطجي وماشي معانا بلطجه في البيت، فتمام. يعني كل على قد ما نقدر نخلي القرص طريه، يعني ملمسها يكون
نسبة الرطوبة فيها او نسبة المية فيها او نسبة السوائل فيها تبقى عالية، كل ما كانت حلوة. طبعا اعذروني ان انا بصور لكم في الشارع، ولكن ده والله العظيم الوقت الوحيد والله ما عندي وقت ان انا اصلا افتح اللي هو الحالات بتاعة الواتس. فمعلش نعذر بعدين كده، بس عشان انا اصلا بصور لكم فيديو خاص كده. ما شاء الله يعني احنا السودانيين بقوا اكتر من المصريين، دي حاجه مفرحانا والله، مش مقللانا ولا حاجه. ماشي، اللهم صل على النبي. دول كان اخر شويه لبن اعتقد. بصوا صح، السكر نسب براحتكم، عايزين تزودوا عن كده زودوا. انا بصراحه حطيت، دول كانوا 3 كيلو، حطيت لهم كوبايتين بالظبط. تمام. في منه كان سكر بودره عندي بتاع العيد بتاع الكحك، وانا ما بدخلش بصراحه سكر، ما بحبش السكر البودره يقعد كتير، فباجي عامل اللي اسمه ده، ما بحبش السكر البودره يقعد كتير، فباجي عاملته على طول يعني. ما قلت بدل ما اعيده يعني رحت مدخله في القرص. تمام. برضو كان في علبه زبادي برضو منتهيه الصلاحيه، قلت والله ما هزعلها تعالوا. فالقرص بتلم الصراحه، حته جبنه قريش كده ولا حاجه نشفه ومعفنه في التلاجة، بتتضرب في الخلاط مع شويه لبن، بتبقى زي الفل في قلب القرص. فالقرص بتاخد اي حاجه وكل حاجه، ما بتقولش لا بصراحه. البنيه كل ما نزودها حاجات كل ما نزودها طراوه وتزيد طراوه وتزيد لنا ايه جمال. فما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني كانت قرص حلوه وكانت سريعه ما خدتش وقت. بصوا هنسيبها تخمر، هنسيبها تخمر ما يقلش عن ساعه. تمام. وهبتدي بعد كده ان انا اقطعها قد ايه يا مصطفى اللي انتوا عايزينه. عايزين تقطعوها يعني القرصه تبقى كبيره براحتكم، على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب ايه انتوا اللي هتاكلوا يعني. بس هي بتتقطع لحظه، يعني بتتقطع وتتساب 3 دقايق كده ولا حاجه، وبعد كده بنرجع نفردها الاول. يعني مثلا انا بعمل ايه، مثلا 5 واجي فاردهم، 5 واجي فاردهم، 5 واجي فاردهم. تمام. طبعا انا قطعت بكذا طريقه، الطريقه اللي تعجبكم وتناسبكم قطعوا بيها. انا بالنسبه لي اخر طريقه هي اللي كانت اسرع واحده بالنسبه لي، بتطلع معايا القرصه طريه، بتطلع معايا القرصه يعني مدوره، مش بمسك، مش بعمل فيها حاجه بعد كده. بجد الفيديو النهارده ممتاز جدا، واتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى بجد 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 ان انتم تصلوا على النبي وتذكروا الله. الا بذكر الله تطمئن قلوبنا وقلوبكم وقلوب كل العالم ان شاء الله. لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. عايز اكل فهروح اجيب اكل وهرجع له. طبعا الايام دي شغل مع دراسة مع اكل في البيت طبعا، فما مضغوط الفترة دي معلش. حتى النهاردة عارفين هعمل ايه النهاردة ايه؟ هعمل شاورما وهعمل مكرونة بالصلصة كده، عشان انا تعبانة بصراحة عايز انام الساعة 8. الفيديو ده متصور يوم 27، هيجيلكم بقى يوم ايه انتوا ونصيبكم وانتوا ايه وظروفكم يعني. بس اتمنى اللي يجيله الفيديو يعرفني جاله يوم ايه، عشان اعرف ان انا مش مهتم بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت عايز اعمل حاجه حلوه بس مفيش وقت طبعا، فكفايه عليهم المكرونه والايه والشاورما. عندي فلفل في البيت مش ناقص حاجه كده خالص. جبت البانيه كيلو عندنا 170، يبقى النص بكام؟ هو حسبه لي كده مش عارف، بحسبه قولوا. جبت المكرونه والحمد لله الحمد لله الحمد لله. لسه واخد دلوقتي خبر قلت هفرحكم يعني. يا رب ارفع عننا الغلاء والبلاء والوباء. دي بقى الطن ب 15000 جنيه، فطبعا نزل عن الفتره اللي فاتت دي، محدش يضحك عليكم، والتجار ما تستغلكوش، ومن موقعي هذا تجار ما تستغلوا، يا تجار ما تستغلوش البياع اللي هم الناس اللي بتشتري منكم. ماشي كده بقى. انا هبتدي ان انا ايه، انا ما حشيتهاش. تمام. انتوا عايزين تحشوها او في ايديكم ان انتوا تحشوها احشوها، بس انا دايما قرص القرف يعني او كده ما بتتحشيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السوق النهارده شكله كان حلو يعني، فيه كده ايه واخره كانت حلو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وينال رضاكم، واهم حاجه الصلاه على النبي علشان هي المكسب الحقيقي زي ما قلت لكم دايما. واهم حاجه بقى من كل ده تصلوا على النبي.
طبعا بقى هنكمل الطريقة دي، انا كنت عاملها صغيرة عشان خاطر يعني ندي لاكتر ناس، يعني اللي هو اكتر ناس، ويكون ايه يرضي الناس كلها يعني. ها، ودي كانت احسن حاجة، ان ما شاء الله كل الناس خدت وكل الناس دعت وكل الناس ايه، يا رب يرحمنا ويرحم امواتنا ويرحم اموات المسلمين واموات العالمين جميعا يا رب، وينصر اخواتنا في كل مكان عشان خاطر الرقابة ولا حاجة في كل مكان. واهم حاجة اوعى ننسى يا ولاد، اوعى ننسى ما نشتريش من اخواتنا. اهم حاجة ما نشتريش من اخواتنا، مش من اخواتنا دول اعدائنا، ما نشتريش من اعدائنا حاجة. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ ولا نشتري حاجة لونها اسود جوا حر وهنبدأ بقى رجلنا عينينا تربي؟ لا، هاتلكم كيلو برتقان بقت ب35 جنيه اقسم بالله. فانتوا هاتلكم كيلو برتقان واضربوه كده ولا كيلو موز، كيلو فراولة، كيلو اي حاجة، واضربوه في الخلاط واشربوه كده في الجو الحر اللي احنا فيه ده، بالله احسن من البتاع اللي انا قصدي على اللي انتوا عارفين اللي هي بتعمل رغوة على الكوباية دي. ماشي، مع ان انا بعشقه بس لا طبعا عشان اخواتنا مش هينفع. هنكمل بقى بقية الكمية كده. بصوا بقى، صلوا على النبي عشان دي مهمة اوي. لو انتوا عندكم صواني هتدخلوا الفرن على طول اعملوها، دي احسن كتير. يا اما وانتوا بتشيلوا، احنا هنسيبها تخمر كده اكتر من نص ساعة ويمكن ساعة كمان، بس اهم حاجة واحنا بنشيلها تهون بالراحة بالراحة، لان في الوقت ده القرصة بتكون خمرانة ومليانة هوا، فاحنا اللي هنيجي نمد ايدينا عليها هتبتدي ان هي تفش خمرها تاني. تمام، فانتوا طبعا هتشوفوا معايا في الفيديو القرص هتتحط في الصينية ازاي. بصوا ده اللي بتكلم فيه، بالراحة جدا، وبنحطها فين؟ في الصاج. طبعا الفرن واطي ومفيش طبعا ايه نار عالية عشان خاطر القرصة ما تتشوتش، متبقاش واطي اوي عشان متنشفش القرصة برضه. ماشي، ولو عايزين نشوف الصورة النهائية اكتبولي في الكومنتات، والسلام عليكم.